بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لاستثمار أيامه واستثمار لياليه بالطاعات والقربات والباقيات الصالحات. إن شاء الله رمضان مربوح إن شاء الله العسلاماس إن شاء الله ذونا ديون الخير البركة لهنا تلويث تزمرث إن شاء الله غيجي على ربي وقدر يوضنا ذو من نقول رمضان. وطبعا في كل رمضان نتذكر من لم يكتب له طول العمر ليعيش رمضان وقد يموت نفلسني عفو ربي وزامن أين يكتبن أسقوسا وتزامنا لا فلسني عفو ربي وقد غي حسن وقد يهلكن ذا ثنجفر ربي سبحانه خاطر الحمد لله ربي سبحانه مدي يهضر في رمضان في سورة البقرة مثلا في الآية 183 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المدي يوضل الآية 185 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. في أواخر الآية 185 من سورة البقرة ربي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ليسر. المعنى يس ربي فرض في لغة رمضان ولكن فين يزمرن وين متسكت الزمر الله غالب كي يبغوا يوزام العوام يعدان السنين يعدان ويوزام 20 و30 و40 و50 سنة واكثر يكتب ربي تروح الزمرث الله غالب وإلا قال ذي حزن خاطر ربي تدبر ربي سبحانه إن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أين يكتب ربي كذا يضرون لا وسيل جهة النظام وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة يقول المفروح الزمرث تجد المصيبة خسارة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. في الحديث قدر الله وما شاء فعل. مرحبا سوين ديفكا مرحبا استكشار ربي دي الآية 185 نغد ربي ناد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مد يوض الآية عند دينا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربي بغى لي سر يعني وتسرثرا إيمانون ذي الطيق يعني ورحت زنثارا يعني وكريس غضار الحال لا سفغ الفدية فدية رمضان طبعا وقذي هلكن يحسن المرض الذي لا يرجى برؤه والعبرة بالغالب. معناتها ما الناس الطبيب الهلاكينيك ولكني البذا بلا ماشي ماضي التفاصيل تزرم ثنياك على كل حال ذاكي وقاد يسفغ الفدية أمن الساعة ونظامارة يسفغ يعني يصدق في إيمانيس أمن الساعة من يزامن كيف صافي ورثي وريح زنارة ومبدأ اليسر مع التيسير ورفع الحرج تيجديث يعني سيث يجدا متشرعيث أطاس دلت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة على أن التيسير ورفع الحرج هو من مبادئ الشريعة الكبرى سيجديث ثم قرانت أشحال الآيات أشحال الأحاديث مثلا الآية الإسلام ثورة الآية 185 من سورة البقرة يريد يعني المقام كيف تبدأ ربي يبغى يريد ربي يبغى يوليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا قرب ما تطفسي الشدة خاطئ يلاق تيفسوس كان خفيفة الله يبارك. لا ينظن في سورة الحج إن شاء الله ربي يبلغكم ويبلغنا جميعا زيارة البقاع المقدسة في آخر آية سورة الحج الساعة 78 آية في الآية ثان قاروث الآية 78 ربي ند وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. في الدين معناه
في جميع أحكام الدين، كل الدين ربي سبحانه يناد ويكسغف لنا الحرج، يعني يبغى ليسر ليسر ليسر. ثلاثة النظام في سورة النساء الآية رقم 28 ربي يناد يريد الله ذا يبغى يريد أي غير ديوال الآية ثاني خاطر تيكوال لا نسينا كي نسى يبغى كيبغي النظام مي إلا قد بغينا أذي الحكم بغي ربي ماشي سين لا نكاظو زمر مهواياس يوين السبيطار ما ينفعش خاطر ذا ربي يناد ذي الآية التي بعدها ثوار يناد ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الآية 29 الآية 29 فسد بعد الآية 28 أن دين ربي يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ربي غادي يستخفف في اللاول غادي خلقا ربي نادى العبد الضعيف كاين قراكم العبد الضعيف ياكل آية ثقيكم إسلام وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما لم يكن إثما يسر ولا تعسر وبشر في رواية يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. يعني أتصل الآيات أتصل الأحاديث إذ قارن كان ليسر 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 واستقبالي قارنا كن يفكر بالسر ذليسر فما عشت الليسر ثلاثة من السر صافي دوارنا كذي السر أكون يفكر ربي مرة كلمة لنا إن شاء الله السر ذي السر. ثاني مقدمة عن الموضوع وفي قاعدة فقهية إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. قاعدة ذهبية إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. سهل ما إلا يوليك ساس ربي ثزمرث هذه استخفاف اللاس رمضان أريد صو الزمراء هذه يفذو أما ذرقاز أما صمطوث أما مزي أما مقر وذي قبل ربي إن شاء الله من الجميع. موضوع الدرس مقاصد الصيام باختصار. على كل حال من باب التذكير ربي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآية تسد في سورة الذاريات الآية 55 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ده اسمك كاد نسمك آية مثلا مقاصد الصيام كثيرة والصيام مدرسة بامتياز ذلا كل ذا المدرسة سار نحفظ ياكو مقاصد كثيرة منها أولا مقاصد إيمانية تعبدية شبه ربي ولا شكور ذي العبادة يعني الله يبارك الغشك حرشن العبادة أم رمضان حرشن ياكو لكن من الله درجة الحرشة النغ أتسنرني ماشي من العوام ماشي من الشهور وياض هذه أنا نهضر كان تيدت صارت كان دي شواله مش هنكم مصي دعوة أثنقص شون طوموبيل ميت كشملو طوروت الله يبارك ما شاء الله ميثوفان بعد لي دور داني في راجل غات الحكم العقل وخلاص. كذلك المهم نحبس ساره برك لانه هذا هو المقصود. اذا غاد ناوي اعوين سي المدرسه يجينا رمضان راه غيعيونن باش نسعد 11 13 ولا 11 وياض. مقاصد ايمانيه تعبديه المراد شو المقصود انفرس تاغني رمضان باش نسنرني الايمان النغ واكي هذا هو المعنى باختصار. ربنا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله معناه المؤمنين في كثاس فوذ في كثاس الجهد الايمان نون اين كيف كان القوه اريف كني فادا الايمان نون خدمت. هذا هو المقصود بشكل مجمل بمعنى اما تظليث وذي رمضان الله يبارك تظليث ما شاء الله. اما ذي المكتوبات يعني الفرائض 5 أما ذا الرواتب وقد يوفق ربي الرواتب حديث أمنا عائشة رضي الله عنها 12 ركعة ونظام 12 ركعة الرواتب سنات نغربعة قبل الطهور من بعد طهور دا سنات نغربعة بعدين ياكل قال السلم ياكل قال قصد الرواتب قبل المغرب سنات وكذا بعد المغرب سنات بعد المغرب سنات في كذا قاصنة الرواتب
هي نوع من أنواع النوافل. لماذا سميت بالرواتب؟ لارتباطها بالفرائض، خاطر شدنت غير الفريضة ذايني مسميسنت الرواتب 12 قلان في قلهاند أرنوياس النوافل ذوات السبب. النوافل ذوات السبب منها نافلة الوضوء يونيغ الوضوء في 9 صباحنا، في 10 في 3 تمديتنا، يعني في وقت الحل مرايلي تجوز نافلة ماشي بعد العصر، وين يغلظوا بعد العصر يزيد ركعتين، ولكن ما إلا قبل العصر يغلظون في 9 الصباح في 10 في 11 في كذا قارص ركعتي الوضوء ذوات السبب. ثلاثة دخول المسجد ثقي ذا النافلة ذات سبب، كما قال ابن عرفة رحمه الله من فقهاء المالكية، قال لكل مسجد تحية وتحية المسجد الحرام الطواف، بمعنى وين يشمل الجامعة دي صدر ركعتين ذا في وقت الحل وبنية المكوث للعبور، ماشي مالي وذا خدام ديال الجامع مي ديكش من الجامعة دي صدر ركعتين خاطئ يتفغيك الشام مما يسديون يتراجو تظليث هذه القيمة دي صدر ركعتين قبل أن يجلس كما ورد في الأحاديث. فغادي تلقى سميس نافلة ولكن ذات سبب. ذي النافلة يسعى السبة يميث الشمض الجامع صدر ركعتين أتصنعوا الخير قلان وسيسنتاكم مقارن قيام الليل ولاش تظلي ثيك الساعة لجر ضم قرآن من بعد 5 الظلة ندي فرض ربي في اللانغ أم صلاة القيام صلاة التراويح ثقي في رمضان كان يستيلي لأنه قاعد يخدم القيام في غير رمضان لا، ولكن كنياك عموما إنسلمن نتظلى التراويح تصدي رمضان والسالة جر ذا القرآن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم ذنبه. غادي ستسمعون إن شاء الله كل الأحاديث من فضيلة الشيخ إن شاء الله، كل الأحاديث الدالة على فضل صلاة القيام خاصة في رمضان. إذن إن شاء الله أينك أي سنرنين الإيمان غث نخدم الصلوات أرنوي النظام القرآن أوها ربي نسعو العادي الهان ماشي نختم كان القرآن ذي رمضان دي ستاج براتيك نخدم ستاج ميم ذي القيام نخدم القيام ستاج إلى قضي 11 شهر دي في الدول كان كاد نكر أنظر شوية القيام تظل تعدى مليح صلاجر ذا القرآن. وكذلك القرآن أوها ربي يولاد يحفظ ذكوى رمضان أم شارث يختم إما قراءة تلاوة أو سماعا مريزماتي غرك النسخة ولو كان صوم الزوغ ساديسل أثيسل ذي التراويح هكذا الشيخ وثيسل ذا واحد استوري ذا ذي زمان بوسا سعناكم الدنا عقاي السوالن دكو 5 عقاي السوال لي بورطابل كي ياك تاويل الا تاويل ثورة مليح ثورة كل شيء سهل ذا شو نقرز كان الايمان النغ النية النغ تروح ربي سبحانه ان شاء الله هذا يظهر ربي فينا جميعا. اذا القران على بالكم القران سلامي الايه 185 يشد ديت ربي سبحانه القران رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القران والقرآن يتمثل منهاج حياة يعني سيمي تقارض سيمي أولا ذيك البركة ثم القرآن تداول ربي كندينا ربي في سورة الإسراء الآية 82 إن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الشفاء ذو الرحمة للمؤمنين سورة الإسراء. في سورة الإسراء أيضا في الآية 9 الآية 9 ربي ناد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يعني القرآن ذا ربي يتوليه يتساوي إمذانا سين يلهان مليح
أما ذي الإيمان ذي العقيدة، أما ذي العبادة، أما ذي الشريعة ذي الأحكام الشرعية، أحكام الحلال والحرام، أما ذي الأخلاق كتصرف كاع ذي يتقرز طبيعة كلش أذي راح يوني نرضي أدي مكثي قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن. سيدي الحمد لله يا الله هذا ربي في كدوا خاطر اشتاقي لا مادام دي الدونيث الا زعاف الا للنير الا القلقه كل شيء الدونيث ماشي الجنث صافي ما نزرع بلي ديجا قلق ذي الدونيث ماشي ديال الجنث ديجا الله يبارك خاطر بالك يودي هنا غاسينا نو الا ولا شك الا كل شيء لاباس مي جامي ديال الجنث كل شيء لاباس ربنا لكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون ذي الجنث أين تبغض يقضى أين ثقض يخضى أين تقض يخضى أين كوين تسقض أثي بعد ربي في نظيمنا مذاقينو ذاقي كل شيء لا مادام كل شيء لا أنطف كان بقمرار ربي سبحانه القواليس صفا دفضي مالك يون تفونيت ثاقونيت يعني ضيقا مكتيد ربي ناد ادفع بالتي هي أحسن مكتد ربي ند والكاظمين الغيظ رب الدينار والفاقدين الغيظ ما يزعفك يون ربك نار زعفرا اما ذرقا زما تمطو ثم تسلي ثم تمغار ثم ذا مغار يا كل شيء لا ما ذا خدام اسفكض الخدمه وخدام اكيس نيرفي اكيس ديغوتين تاع الصح كل شيء لا قافليس سولي فرحا نصحيث وجهيث ولهيث ديال معناه يستريح كان يكون خاطئ لا الدين النصيحه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام صح ولكن مشتيت باللي ربك يقار فريني كان شويه تسعوا لي فرا المكابح فرامل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ما تحرشد شويه زياده سامحاس ناس ويني جاني جنجان يا اخي كاين مغارنا فلاسني عفو ربي وجامي نمشي مغارنا جامي خاطر مغار نحرشين ديالنا مليح جانا خصي تقبايليث زديث تقرز سهل تملح ارسلني للشيخ تمسلاين نثني اتترجمن تقبايليث ذي المثول تيموشوها الى اخره باش ضرب بين الغاشي وقال ديالنا نهمة يوم بوال يا خاكا همة على بالكم همة يجي تعدى همة يجي يعني الترجمة وين دينا ربي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله المعنى يسهم طبعا المعنى يعني الرسالي مباشرة المقصدي لكن القرآن عميق جدا فغاديني همني إلا قذيلي ولكن إلا وين جاني كنجان إلا يوجوك أغتعاونا كانوا غال سوى اللي دنيا ثورة دينا ربي القواليس والكاظمين الغيظ فرين ضيمانيك ديجا الله يبارك فغادا صرنو الدرجة عليهم والعافين عن الناس أسين السماح ولكن السماح كي يتعدى زيد يعني كي السمح هذا كي السماح عبدي اذكرني حين تغضب اذكرك حين اغضب يكفى ووال خاطر داغ مازال غير رجل كون اذا ذاكين ما راه نمث غير رجل يوث مقر شغل ماشي ذا مشطوح صافي كاين ينزرع ذاكي اثنغلث ثغرامك نغوي كادي غران نغونت نغرا السي غرس النظام سورة الكهف لا يثان جاروث الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وين السراج المقابلة ربي أذي زرع ذي الدونيث أين يغلث ذي الآخر هذا غلغ الآية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس العفو عن الناس درجة عليهم أما بعد ربي ند والله
يحب المحسنين. المعنيس مثلا نخدم الإحسان إوين كظلمن إوين كزعفن فقد الدرجة علاين بزاف. حدث قرأوا سورة النور الآية 23 أبي بكر الصديق في امتحان خطير بعد يزعف يفيوث يون القرار إناسي ومخلوقني سيادة ساونا غلق غليفاني غلقاس ثارقاني سيتساك الخير. بعد ربي ينزل القرآن الناس ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر الصديق نسبة له هذه أنزلت في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والأمر كما يقول علماء الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى آية محكمة تستوعب جميع الحالات إلى نهاية الدنيا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا كيف مثل المقاصد في مزورة أولا مقاصد إيمانية مقاصد تعبدية. المقاصد ثانيا مقاصد تربوية. شو دار الإيمانية تربوية صرفقة سيتادير ذا رمضان أنا ويت صرفقة سي رمضان لكلش. أما التحكم في النفس وأمان زداتك يا غروم زداتك ما تأكل ما تشرب تزامض. اللهم إني امرؤ صائم كما في حديث البخاري ومسلم إني امرؤ صائم بمعنى أدم كثير باش تزامض. أما كالنظام في القوث كل شيء يجري فسرنا ولكن ممنوع ألم ما يدن المغرب ألم ما يغلي طيش أكا نتدرب تدريب تربوي على التحكم في الذات. خاطر ثوري زمري ولكن كنو زميغا كيني وتطفاري منيو تساقيو كي تروح سي بور سا تصل خساري قدران دي الدنيا. خاطر ما لغاش هاجن والطيف ناري ما نسن داين ما يقدروا خسار وظراني خسارا ان شاء الله يبعد ربي فلان فلان غاك الهموم خي قارن زيك كون جعل ربي ذا ذروم يبعد يصروا ينغرهم يبعد فلان الهموم. خاطر الهموم ذيريث المليح. النبي عليه الصلاه والسلام كل صباح اديني اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. خاطر الهم غير نجا ربي نجي يكون ذين نديري كان دي تساوي يلا. لذلك المقاصد التربوية لرمضان رمضان يدربنا ويعلمنا على التحكم في الذات. وكذلك والابتعاد عن المفترات كأكل ملات بجميع المفترات وهذا أيضا تدريب مهم. وكذلك ذا يلساون ذا جماعة الخير سمحتي إذا زرما وكذا سمحتي كان ربي حرم الغيبة هكذا لغة الغيبة ماشي الغيبة. الغيبة ذا الحرام خاطر ذيريت مليح. أما يرثلاوين ما قيمت واحد سنت أما ذي القازن ديال القهاوين ذي الجوامع ذي الجموياع غندا ذي السواق إلى قبل ما ذي بعد الأعراض الناس خاطر يغر واش يوم القيامة الحسنة يتساضيك تنتكس يرنس رونض السيئات صافي مشكلة. معنى العذاب يشكو راه باطل كنا غير صغار العذاب النار العذاب ما نوضغ لا خرطنا في العذاب النار. لو كان يدي خدمة بولاي كان بولاي خدميت يخسر موت ناس كل في غاض العشي العذاب وثيذيو ما يو الطوموبيل تروح اصلا تخسر كيف ما غير تصغاض الحل في العذاب النار. على بالكم غيظام قران ذي الليل غيظام قران ذي لا خرط خاطر العذاب ذم قران أو الخدمان 70 سنة أو 80 سنة يزمنا تروح غير جاربين جي المؤمنين. ربي غفور رحيم صح هذا لا ينكر ولكن أن أنحرش شو من زمر. والغيبة والكلام في الناس لا يجوز إلا في بشروط محددة فقها. نعم القاضي ما يجي يسور سي سي نورمال يهضر وكذلك امنين الخير وكذلك يعني لانت مناسبات ده الامر جائز. ولكن على العموم الغيبة محرمة شرعا والبهتان اشد حرمة. معنى الذي يقول في حق الغير ما لم يكن اصلا يعني وقد الغيب ويسمس البهتان فقد بهته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله.
فغادي نيغ انوزم ذا ميم في يراوال امزورة جانتي سيزيك اي لسيلان ذاك سوم ذا شو كيران ذا سنان يكفى وال هضرني يلس يونسيس كبار الصالحين يهضر يلسيس إند يلسيو أسد إذا أطلقته أكلني إنا يلسيو ذي زم مثل حغاس ذن كذا مزوار ويش يعني الضحية الأولى بنادم من الفافيس معناه يلسيو عار أي يلسي لنا ذاك سوم ذا شوكيران ذا سنان الجرح يتغيزي يحلو يروالي تغيزي يرنو سلجان نظن ذي السازيظان يكتظن ثسدة ربي سبحانه ذي سورة إبراهيم سي الآية 24 المثل الآية 27 غادي تمستي فوال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها وفي رواية أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس المدينة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار من بعد الناد يثبت الله الذين آمنوا أو نزازني يلسيس تفضي ربي ذي لا إله إلا الله مقرب ذي مثل تثبت ربي ليش هذه الدنيا وذي الآخر ما دي يحضر هذه احتضر قريب هذه يمت سكرات الموت لا اله الا الله تدي مشتي خاطر يحرزيت تحرز يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء والكبر ما تجند قزكا وحدث ذي ثم قبرت ذا غدس لا اله الا الله اتحرز وتحارب في اللاس خاطر حارسيس ديال الدنيا نتساف اتحرز ذي الاخر كل مره جاي مثلا باش كان نفهم باللي اوال اخي كنا مزوره قرنا كوال يزيزدي يسلوغو قال كي تمسلاين اوال يزيزدي يسلوغو اوال يتسود شوال يتسود ثلويث لهنا اوال يفنو يتهدو أول يسذكل يفطو ذوال على مستوى العالم شحال الحروب يقدران سبيس ذوال أول سوال من بعد كالقرة لا انت القرة ثم شطاح لا انت القرة ثم قرانين لا ولا ذا أول سلجان يظن دغيلها يتساوي دين الهان يتوليه أي غادي ربي سبحانه وقولوا للناس حسنا إذا مقاصد تربوية إذا غنكسير طبيعات وقاعدين يتشمون وقاعدين يتكيفن فرصة بروفيتيف يزما ديني وناول دينك 40 سنة يقليدس ذم داكليو أما الدخان أما ذي اللي ساعة مسني نظام الشمة شحال 40 سنة سيدي مسلاين الكوراج في السناف سقسيو كذا إلا أنا مشيني نورمال عن فيثن وغنتجان كلش ديالنا أطاسي تيجان ديال رمضان صافي الكوراج ديجا ديال الفايدة تزمرت سورتو ذي الزمانة قايت مثلا والله عرفت الزمرت تسانون دونجي شفا مشاهو زيك نسال عليك هذا كمثورة ونسال بيقين ميساقي أكيد الجديد في الطب إلى الجديد في المرض والأمراض الفتاكة وغندي سبيطر أماكن ورعني خمس يساولو ورعني غاكو يمذانا وسولتو له لكن يوعرنا كني أطوعو الجهديس السمانة يغادولاش داين يفقد كان يهديث لا لك ثويا دي تسلمي مسير شغالاكي صافي لقا نحرز تزمرثنا أكن يفكر ربي تزمرث زمورث يلا ثورة أدنوغال العادات السيئة بد ما تنتكس شوية وذي حافظ على الصلوات خاطر ذي الظل في رمضان لا باس بينا كاع غنوالف إن شاء الله باش نحرز فالظليث وربي سبحانه يوم رغدي القرآن باش نحافظ الظليث مقاصد تربوية ثالثا مقاصد اجتماعية وبذلك أنتهي مقاصد اجتماعية إذا في طب غفة يعني إلا قال معاون مليح سورتو ذي رمضان ماشي إذا من كفار رمضان نحبس المعاونة خاطي إيه الليلا ميم ذي الشوال تلازم ماشي كانت ورد رمضان
ذي شوال ذي القعده ذي الحجه الى اخره. ياك ذوك السكواس الليلان يمغذان ثجال وجيلان يموضان الى اخره. لازم ذي رمضان اكي نتدرب على فعل الخيرات. والنبي عليه الصلاه والسلام يناد ذي الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وربي يناد: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يولين فقنين وما يزمر ذا مغفون ذا موضين ذا ذونون سعرة عيوني تسوانو من الزمرض. بالك 100 فراكينك تساوي 1 مليار عند ربي سبحانه. ماشي المثل كذا طاس شويه كان اي نمي الزمرض فزمرتيه. لحديث النبي عليه الصلاه والسلام: انما الاعمال بالنيات. والقاعده تقول: رب عمل صغير تعظمه النيه، والعكس، ورب عمل عظيم تصغره النية. لذلك نسأل الله أن تكون النيات خالصة لله، كما قال القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في غادي نعرف مثلا البعد الاجتماعي، المقصد الاجتماعي لرمضان لقي يتحقق، أما يتعلق بصلة الأرحام، أما بالتسامح، أما مساعدة الفقراء والمساكين والمرضى وقاذي يهلكين إلى آخره. حسن حليل وين يحسن وين يهلكين تزمرتي سي روحان تزمرت ولاش شو كسفان تزمرتي الدونيث ولاش مطروحة ديان. لذلك يحواج وثي زوران وسين الكوراج وسين ديال ربي شفاء إلى آخره. البعد الاجتماعي لابد أن يتحقق وبقوة، ونسأل الله أن يكون فينا خلقا دائما متوارثا في سائر الأيام وسائر الشهور وسائر الأعوام. في غادي نيغ وكذا نقالوا مقاصد صحية، مقاصد اقتصادية، مقاصد كثيرة. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.